نشوف إذا بيطلع. مرحبا يا أخي. مرحبا اخويا اسعد. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، مرحبا. اخويا اسعد، يعني تدخل صغير. انا قبائلي. قبائلي منين؟ من الجزائر؟ لا، من بلاد القبائل المحتله. الجزائرية يا أخي، هي جزائرية. وين؟ لا يا اخي اسعد، انا محتل من الجزائر. يا أخي ما زالت أراضي جزائرية، خليك من التقسيم هذا والكلام هذا اللي أنت فيه. أي قبائل؟ لا يا اخي، تاريخيا كنا مستقلين وعشنا جهنم مع الجزائر الى يومنا هذا. ما الشعب الجزائري، حتى الشعب الجزائري يشوفوا فينا كشغل ماناش مواطنين جزائريين. قتلنا بايادي الدرك الجزائري في 2001 والى يوم. عادي قتلوا 4 مليون جزائري داخل المدينة وفي وهران وفي العاصمة الجزائر، يعني إذا قتلك خلاص أنت أصبحت غير جزائريا. لا يا أخي أسعد، المشكل ليس النظام فقط. في 2001 عندما كانوا يقتلون برصاص الحي القبائليين، الشعب الجزائري كان يدير في مسيرات للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ما شافوناش. أنا بالنسبة لي ضدك يا أخي، أنا ضدك، أنا مع الوحدة الترابية للجزائر. يا أخي إذا كنت مع الوحدة الترابية للجزائر، يعني أنت مع مشروع فرنسا. الحدود الجزائرية رسمت. لحظة والله إنك أفهمتني يا أخي. عبارة خطيرة. كيف عيدها. أنا حاسس إنك كذا صفعتني صفع. أيوة قولها مرة ثانية. إذا كنت مع الوحدة الترابية الجزائرية، إذا أنت مع مشروع فرنسا. فرنسا هي التي رسمت الخريطة الجزائرية، هي التي سمت الجزائر جزائر. وكاين هناك دي ديكري، ما على باليش كيفاش نقولهم باللغة العربية، دي ديكري كي ابيل باغ اكزومبل لا كابيلي اللي تي انديبوندونت جوسكا 1857 حتى 1857. القبائل كانت. الكلام الفرنسي الاخير ما فهمناه، يا تترجمه لنا يا ما نفهمش احنا، يترجمونا لي. راح نترجم في حتى 1857 بلاد القبائل كانت مستقلة. بعدما دخل الفرنسيون في بلاد القبائل ضموها إلى الجزائر بمشروع وبوثائق تاريخية موجودة. والله أنك تقول كلام خطير. يعني عام كم كنتوا مستقلين كذا لوحدكم بعيدا عن الجزائر؟ عام كم؟ فرنسا دخلت في 1830 إلى الجزائر. دخلت من العاصمة التي كانت تحت الأتراك. أوكي. التي كانت تحت وبلاد القبائل إلى غاية 1857 كانت مستقلة. في 1857 صارت هناك كيفاش نقولوا لا بطاي، معركة إشاريضون، وين طاحت منطقة القبائل. المقاومات اللي كانت في منطقة القبائل سقطت، لأن فرنسا استعانت بجيش الزواف. جيش الزواف الذي نظمته في العاصمة الجزائرية في منطقة الغرب الجزائري بعد استسلام الأمير عبد القادر. أمير عبد القادر استسلم، هذه حقيقة تاريخية. بعد استسلامهم ضموا كيفاش نقول دي باتايون، ضموا إليهم رجال ليقاتلوا مع فرنسا لأجل التوغل في المناطق التي كانت ليست محتلة. وفي 1857 صارت المعركة الأخيرة، هي معركة إشاريضون، وين منطقة القبائل طاحت في يد الفرنسيين. وبعدها جاء الجنرال شنايدر. جو فوزانفيت، يعني هي معلومة تقدروا تتأكدوا منها. لو جنرال شنايدر، هذا جنرال حرب في هذاك الوقت، هو اللي سمى الجزائر باسكو الجزائر هي كانت من قبل العاصمة فقط. سمى الجزائر، وأخرج وثيقة
يقول فيها رايحين نضموا منطقة القبائل إلى هذا البلد الذي سميناه الجزائر، إلى أنكسي.